الدولي ولاية بنزرت. تشرف جميع المذكور عليه هذا الشخص يكون نبيل التفضل بالترخيص لإقامة نصيب دولي يشمل عدد الدول العربية وأجنبية الإتان بالمعهد الثانوي محمد علي العنابي برأس الجبل في تاريخ 13/2013 إلى غاية 25/2013 ويكون العدد على أساس 30 شخص من الأطفال والمشاركين. وهذا من الحدث الأول من نوعه في العالم وقصد إنجاحه تمنح جمعية يسر الأيتام والفقراء السنة بنزل المدينة مع الشرائح والتيارات ولاية بنزرت. كلفنا الأخ السعد قبل قادة المرابط رئيس جمعية الترحم الخيرية للأيتام بلاك بليبيا الصلاحية للدعم الخارجي لرئاسة هي مشرف على مصيف وتسلم هذه الشهادة من الإعلام والاستفادة بهذا التوجيهات المعنية بالدعم مع الشكر. سلام. كل كيف. طيب سيدي احنا من حيث المبدأ نساندوا جميع النشاطات المدنية ذات الأهداف المدنية والتضامنية والاجتماعية ونحن نعاونكم خاصة تعطونا أجل كبير هذا اللي يسمح لنا باش نخام في الموضوع. فقط أنا نطلب منكم أنه هذه تبدوها لا تولي إلى السيد وين أفضل لأنه معناها توجه للسلطة الأعلى فهمت؟ وأنا سوف ألتزم بأني نوصل إلى السيد والي وندفع في اتجاه قبول الطلب بتاعك بحول نقول احنا عملنا مصيف وعملنا قومي. نعم 13 12 يوم ان شاء الله بعد العيد. نعم رمضان بعد ايش رمضان؟ هذا الاخ سابق معنا عنده 20 سنه انا في الجمعيه ونحن بعد الثوره. عنده خبره كبيره وعنده اتصالات خارجيه في مصر وفي الاردن وخرج معنا شيء حتى النيجر وهذا موز معنا اعانات كبيره. هو معنا كي شيخ النشاط تاعنا انا بعد الثوره عليه. انا وكيف يتم كيتاني في الجنه. الحمد لله. لكن بكل صدق لا تسكت خوي لطفي لما جينا للجمعيه يعني وجدنا اعمالها كبيرة جدا في ظرف سنتين. يعني هذا مش من السهل انك تقنع المواطنين بعملك حتى ولو مذكور اليتيم في كذا آية من القرآن الكريم ولكن من الصعب اقناع الناس بعملك. لكن اللي شفناه بكل حقيقة وبكل أمان ان بالفعل جمعية ذات طابع إنساني بحت. وجينا صيادة الخيام اللي يعملوا في الدياليز يسافروا في الدم في السلطان الموجودين يسافروا في الجهة. وإن شاء الله نهاية هنا نعملها في الجزائر الجيرانية ما عندنا حتى إشكال. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله عندنا عمل يسر ربي سبحانه وتعالى اللي عن أمنية الحق لنا نحب نعملوا قرية اليتيم. إن شاء الله. إن شاء الله باش نعملوا الأيتام نبداو اللي في شركتنا وبعض الأيتام نجي لهم مثلا من ليبيا ولا من نيجر ولا من كذا كنت تحكي معنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أنا أذكر معنا نعم الحديث نتاعو. طيب سيدي أنا كما قلت من حيث المبدأ ما عنديش مشكل عن الوقت كافي بحول الله. الدولة والحكومة تساند العمل هذا كل عمل مدني كل عمل يعني خيري كل عمل يهدف للنهوض الاجتماعي وغيره. والطلب بتاعك طلب معقول مفيش حتى إشكالية بحول الله. إن شاء الله في ختم القول المكان اللي هي ساعة هذا العدد. وكما قلت لك نعاودوا عملنا معاينة احنا سيدنا عملنا معاينة المعهد الإعلامي عملنا مكتوب من السيد المدير الجهوي تعليم مشينا عملنا معاينة وقتها عملنا طيب ممتاز. لا محمد رجل مشكور وانا حط سي شكرا لا يرحم والديك قاعد معنا يواكب بينا وانا طيب ما فهمتش فقط هذه عودين في العنوان فقط. غير شنو؟ هل ياخذ وقت ولا لا؟ لأننا لما نرجع بنرفعها. هو يحب ياخذ وقت زي ما قلت لك يعني باش يدور معنا هو باش يزيد دعمنا خاف عليه باش يمشي للسلطات في ليبيا. انت غدوه تروح؟ لا يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الجاي ان شاء الله بحول الله. وانا يحب معناها المبلغ بتاعنا تاع الجمعيه والنظام تاع انت اللي غدوه الصباح جيبها الصباح وخذ منها ديشارج حطها في البريد اوردر الى السيد والي نزار وخذها ديشارج واحنا غدوه ان شاء الله نهار الاثنين الصباح نشوف انا والسيد والي ونجاوبك بحول الله. بارك الله فيك. وزيد راسلنا حتى بالتليفون في الستاندرد ولا حد يتكلم فلان الفلاني على الموضوع الفلاني ما في مشكله ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا.
ما في شيء. الله